بدل ما تعملوا صينية كنافة كبيرة كده لما يكون عندكم ضيوف وتتبهدل منكم وهي بتتقطع، اعملوا ميني كنافة صغيرة كده بالقشطة. هنعمل النهاردة كنافة الفنجان بأنجح طريقة. ومعايا كيس كنافة 450 جرام اللي موجود في كل بيت. بحطها في الفريزر الأول شوية تمسك نفسها وتتجمد شوية، بعد كده بقطعها بالسكينة وبفركها بإيدي كويس جدا لحد لما يبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده. ممكن تستخدموا الكب عادي جدا. للشربات هنحتاج كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، ونرفعهم على النار من غير اي تقليب. اول ما يغلوا نديهم عصره ليمونه وتقليبه ونسيبهم يغلوا كمان 4 دقايق، وبعد كده نحطه في حاجه خارجيه عشان يبرد تماما. هنحتاج نص كوبايه من السمنه وهنسيحها كده وننزل بيها على الكنافه، وهنحتاج كمان 3 معالق كبيره من الشربات اللي احنا لسه عاملينه، ونفرك بقى الكنافه كويس جدا جدا جدا. بعد كده نحط عليها معلقتين كبار من السكر البودره ونفركها كويس جدا تاني. للقشطه بقى كوبايتين من الحليب و4 معالق كبيره من النشا. نقلبهم الاول شويه، بعد كده نرفعهم على النار لحد لما يتقل، وممكن تحط عليه علبه من القشطه اختياري. بعد كده نحطها في طبق خارجي ونغطيها بورق شفاف علشان ما تنشفش لحد لما تبرد. ممكن تستخدموا الفنجان العادي، اي حاجه اللي موجوده عندكم. بحط شويه كنافه كده في الفنجان واضغط عليها كويس، وما ننساش الاطراف كمان. بعد كده نحط جوه بقى معلقه او معلقتين كده من القشطه، ونحط كنافه كمان من فوق، ونضغط عليها من الاطراف قبل ما نضغط من النص علشان تتقفل كويس ما تطلعش بره. نضغط من النص بالراحه ونقفلها كده، ونقلب الفنجان ونخبطه على ايدينا كده، هتطلع بكل سهوله. وممكن تستخدموا الاكواب المعياريه، وممكن تحطوا ورق شفاف جوه علشان سهل عليكم ان انتوا تطلعوها. حطيتها في صينيه مدهونه بالسمنه ودخلتها فرن سخن على درجه حراره 200. هي هتحمر وتاخد لون من فوق، ما خدتش ولا عليها شوايه اخر دقيقتين، ونسقيها وهي سخنه بالشربات البارد.